مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ديروا منشور مجهول الهوية في جروبات الفيسبوك. الفيسبوك مؤخرا دار تحديث جديد بخصوص الناس اللي ما كتبغيش دير منشور في الجروبات بسبب ان البروفيل ديالها كيبان، يعني يقدر اي واحد يدخل البروفيل ديالك ويشوف الصور ديالك. درت هذا التحديث خصيصا لهاد الناس اللي ما كتبغيش تبين البروفيل ديالها وكتحافظ على الخصوصية ديالها. هذا التحديث غادي يعجبكم بزاف. قبل ما نبداو في الشرح ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. دابا غادي ندوزو للشرح التطبيقي. اول حاجه كتدخلوا للفيسبوك وكتختاروا اي جروب بغيتو. على سبيل المثال انا غادي نختار هذا جروب. كتجيو فين كاين اكتب شيئا كتضغطوا عليه بحال الا بغيتو ديروا شي منشور في جروب. وهنا كما كتشوفوا الفوق فين كاين الصوره ديال البروفيل ديالي والاسم، كاين الفوق واحد الايقونه نشر محتوى مجهول الهويه. الا بغيتو تنشروا بهذه الطريقه غادي تنشروا، بغيتو ديروا منشور مجهول الهويه كتضغطوا على ديك الايقونه بهذا الشكل. من بعد كتجيو هنا كتقراو لا تشتمل المنشورات مجهوله الهويه التي تم نشرها في المجموعه على اسمك او صوره ملفك الشخصي. يعني الا غادي تنشر في بهذه الايقونه هذه، من بعد ما تفعل هذه الايقونه ما غاديش تبان الصوره ديال الملف الشخصي ديالك وما غاديش يبان الاسم ديالك في الفيسبوك. وكما كتلاحظوا يلاه فعلت هاد الميزه هذه، الصوره ديال البروفيل ديالي اختفت وحتى الاسم اختفى. هنا عندي عضو مجهول هويه، يعني فوقاش غادي ننشر هذا المنشور غادي تنشر بهذه الصفه هذه، يعني مجهول الهويه. حتى واحد ما يقدر يدخل لك البروفيل ديالك وما يقدرش يعرف الاسم ديالك على الفيسبوك شنو هو. هذه الطريقه زوينه بزاف. من بعد الا بغيتو مثلا ترجعوها كتضغطوا على ديك الايقونه وكدير الموافقه وكترجع كما شفتوا دابا رجع الصوره ديال البروفيل ديالي عادي كما كانت قبل. وهذه هي الميزه الجديده اللي اضافها الفيسبوك بخصوص الجروبات. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح اللي درت لكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.